اكتر حاجه معقده نسبه كبيره جدا من الطلبه، وبنسبه اكبر من 90% من اي حد وصل لحلمه او وصل لكليات عاليه، هو اتعقد في يوم من الايام، وانا كنت منهم يعني الحمد لله. فما تقلقوش وريلاكس خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا زهراء، النهارده ان شاء الله هنتكلم زي ما شفتوا كده عن امتحانات الدروس ودرجات امتحانات الدروس. بس في الاول، لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتحطوا لايك للفيديو وتكبروا الشاشه، ويلا بينا. اتكلم عن اكتر حاجه بتوجع وفعلا كانت بتضايقني جدا جدا، ان هو مثلا بذاكر كويس وبحل كتير الحمد لله، ودايما في كل الفيديوز بقول لكم حلوا كتير وافهمكم بالتفصيل تعملوا ايه بالظبط. فانا فعلا بحل كتير وبذاكر كويس، وبرده ما كنتش بقفل في ولا امتحان، يمكن كمان درجاتي ما كانتش بقى الطف حاجه، ومتضايق قوي وقوم جايه مروحه معيطه بالنسبه للمجهود اللي انا عملته. يعني المجهود اللي انا بعمله يعني الماده اصلا كلها على بعضها ما تستاهلش المجهود ده كله، وبرده ما كنتش اقفل في امتحان الدروس، وكانت تضايقني جدا، اقعد اعيط بقى وحوارات من دي كتير. وفي ناس برضو بتبعت لي ان انا ممكن تعدي النص، مثلا بحاجه درجات بسيطه. على فكره انا اعرف ناس برضو كانوا بيعدوا النص درجات بسيطه والحمد لله دلوقتي في كليات عاليه. فالفكره بس هنوضحها في الفيديو ده بالتفصيل، فاهدوا بس عشان انا فاهمه ان هي بتضايق، وحبيت اقول كده في الاول عشان ايه؟ انتوا ماشيين طبيعي، اللي هو احنا مرينا بالحاجه دي قبل كده، فطبيعي جدا على فكره. حاجه كده ملهاش علاقه بالفيديو، جايه من الفيديو اللي فات لما كنا عملنا فيديو عن علاج المذاكره ببطء، لو بتقعد تذاكر كام ساعه كده في الماده الواحده. عملنا علاج للمذاكره ببطء وعلاج التشتت، والحمد لله الكومنتس كانت مفرحه جدا. في كومنت بقى من زميله لكم اسمها روان السيد. روان بجد بسطتني قوي بالكومنت بتاعها، وقالت لي ان انا اقوله يعني في فيديو كده، ان هي ساعدت توامها على التخلص من الموبايل، وطريقه بجد افكتيف قوي فعاله. نشكر روان على مجهودها اللي هي عملته مع توامها. وعلى فكره الفكره اللي هي عملتها مع توأمها فكره افكتيف، وفكره يعني فكره حلوه فعلا. اول حاجه، يا اما مثلا مدرس بيتفزلك، اصل الدرجات التي لا ترضي الله دي يعني ما ترضيش ربنا دي ليها اسباب. يعني اول حاجه يمكن مثلا يكون المدرس بتاعك بيتفزلك، وخصوصا في اللغات، يعني مثلا مدرس انجلش والفرنش بالذات، واكيد الالماني برضو. يعني انا حاسه ان هم مش الميسي والمستر بتاعي بس اللي بجد بحس ان الانجليش والفرنساوي والالماني على حسب، يعني مجربتش بس المهم يعني دولت لازم يتفزلكوا، بيحبوا يتفزلكوا قوي، يعني هم بيحبوا يتفزلكوا، هم شغلاتهم ان هم يتفزلكوا. فاللغات طبيعي الفزلكه تكون فيها الليفل عالي. يعني انا مثلا عمري بجد عمري ما قفلت في ولا انجليش ولا فرنش، يمكن انجليش شيت مره في وسط ال 5000 شيتات. بجد والله مثلا الفرنش عمري بجد ما قفلته، وفي امتحان اخر السنه الحمد لله مقفله الفرنش ومقفله الانجليش الحمد لله، بس تصحيح نقصني درجتين في الانجليش بس انا مقفله. مش مهم بقى التصحيح، بجد التصحيح كان ظالمنا جدا، او ظالمني انا بالذات، بس الحمد لله يعني الحمد لله جدا جدا كمان. يعني مثلا مذاكره الفرنش بتاع المستر بتاعي دي كبيره جدا، بجد كبيره جدا، كنت احلها واخلصها، وكمان ليله الامتحان اقعد اجيب قناه فرنشاوي. لو عايزين تحلوا فرنساوي جيبوا قناه فرنشاوي. انا كنت بجد يعني بوقف الفيديو واقعد احل واشغل الفيديو اشوف تصحيح، بجد كنت بحل كم كبير، وفي النهايه بجد ما قفلش في اي حاجه، فدي كانت حاجه تضايقني قوي، ولازم اروح معيطه وحوارات كتيره. بس هو الميسي ذات نفسه هو معترف ان هو بيتفزلك، يعني هو اصلا معترف اعتراف تام. بس حتى لو بيتفزلك بالمجهود اللي انا بعمله ده، المفروض اقفل برضه، ما كنتش بقفل. فعلى فكره يعني ربنا بجد بيبقى عاين لكم التوفيق في وقته المناسب، يعني وقته المناسب اللي هو وقت امتحان اخر السنه، ربنا عاين لكم التوفيق هناك. انتوا ما عليكم الا السعي دلوقتي. يمكن الغلطات دي على فكره يعني انا كنت بزعل وكنت بعيط، بس كنت برجع اقوى من الاول، يعني كنت كل شويه اضعف المجهود اضعف المجهود اضعف المجهود، في النهايه ما كنتش بوصل لحاجه وكنت بتضايق قوي. بس الحمد لله في النهايه كانت النتيجه كويسه. انا يهمني النهايه، ما يهمنيش الطريق ده كله، انا لحظه الوصول هي اللي تفرق معايا. فاهدوا بقى. وكذلك برضو الانجليش، يعني انا مثلا انا بحب الانجليش جدا كلغه، انا الانجليش كلغه انا بحبه قوي، ولكن كماده انا كرهت امها، بجد كرهتها، يعني مش قادره اقول لكم انا كرهتها ازاي. بسبب الدرجات بتاعت امتحان الدروس دي كانت نيله بجد. ما تقلقوش، هم المدرسين بيحبوا يتفزلكوا شويه عادي، هي وكمان حتى لو المدرسين مش بيتفزلكوا، حتى لو امتحان مباشر برضو بتغلط، يعني برضو حتى لو امتحان مثلا جاي دايركت وعادي شيت عادي برضو كنت بغلط. بس نصيحة بجد أنا بعتبركم كلكم اخواتي والله، نصيحة يعني اهتموا بامتحانات الدروس. أنا عارفة إنها مقرفة بكل المقاييس وبتضايقنا جدا، بس اهتموا بيها. انتوا أكيد جربتوا إحساس لما مثلا المستر بتاعك يقول لك الباب ده احنا عليه امتحان، بتذاكر الباب أو بتذاكر الفصل ده كويس وبتكون كويس، بعد ما بتذاكر انت بتحس شعور الراحة، انا خلصت ده كله. انتوا اكيد مريتوا بالحاجه دي واكيد حسيتوا الاحساس ده. فامتحانات الدروس هي حاجه بس بتخليك تذاكر، ولو ذاكرتوا تراجع على اللي تذاكره عشان تثبت المعلومه اكتر وما تنساهاش بسهوله، يعني اكيد هتنساها بس مش بسهوله قوي، ويكون عندك فعلا حصيله كده في دماغك، والماده العلميه ريفريش في دماغك. بس هي مش مقياس ودرجاتها مش مقياس. حقك تزعل، ولكن مش حقك انك تستسلم، لا ما ينفعش، ما ينفعش الاستسلام نهائي. وملناش دعوه بالدرجات، مش انت ذاكرت خلاص، ده المهم، مش مهم بقى الدرجات تبقى عامله ازاي.
بالنسبة للمواد العلمية بقى، الفيزيا مثلًا، الفيزيا المستر بتاعي بصراحة ما حدش يقدر يطلّع عليه غلطة، المستر بتاعي perfect في كل حاجة، حتى امتحاناته كانت perfect ما شاء الله عليه بجد. امتحاناته فعلًا بتقيس إن أنت ذاكرت، الامتحانات دي بتقيس أنا ذاكرت، تقدر تطبّق على الامتحان. لو امتحان مش متفزلك وفي نفس الوقت مش مباشر أوي، لأ امتحان عادي من الحاجات اللي إحنا بنحلها، من الكتب اللي إحنا بنحلها، إحنا كنا بنحل كَم كبير جدًا مع المستر أصلًا، فهي من الحاجات اللي إحنا بنحلها. نصيحة يا جماعة، نصيحة وقوية وقفوا عندها، وقفوا بجد عندها. أي حد بياخد أونلاين في المواد العلمية أو أي مادة تانية واتراكم عليه حاجات كتير، وقع حاجات كتير، مهما كان الوقت اللي أنت سمعت فيه الفيديو، انزل روح درس، انزل روح درس. في ناس بجد كلموني وقالوا لي شكرًا جدًا على إن أنتِ قُلتِ لنا فعلًا هنروح درس، وكان فعلًا عندِك حق، انزل درس وكمّل كمان مع الأونلاين، الدرس هيخلّيك تنتظم وتلتزم وتقارن نفسك باللي حواليك، أنا فاهمة إن المقارنات مش حلوة بس هتخلّيك تتشجع إنك تقوم تكمّل وما تراكمش كتير، والمدرس هيكون رقيب عليك، وتالتة ثانوي أو ثانوية عامة مش حمل التراكمات ومش حمل الحاجات دي كلّها، أنا فاهمة إن في تراكمات بس برضه مش حمل الضياع ده، انزل والحق نفسك وروح درس أيًا كان الوقت اللي شُفته في الفيديو، روحوا انزلوا الدرس وكمّلوا كمان مع الأونلاين. بالنسبة بقى لامتحان الفيزيا هو عامةً أصلًا كان شيت ب10 درجات، يعني هو ما زادش عن 10 درجات غير مرّة واحدة بس، فالمهم يعني هو على طول 10 درجات، وإحنا على طول أصلًا بنراجع كل فصل مثلًا عليه شيت، كل جزئية أو كل جزئية مش فصل كامل، ممكن فصل يكون كبير، كل جزئية عليها مثلًا إيه شيت. برضه حتى وأنا باحب الفيزيا وباحل عليها كتير جدًا ومهتمية بيها جدًا الحمد لله، يعني كنت مهتمية بيها أوي، برضه ما كنتش باقفّل يعني، بس مش بانقص كتير، ممكن درجة أو درجتين، وفي برضه أوقات كنت باقفّل، يعني عشان ما أكونش يعني باكدب، في أوقات كنت باقفّل، أوقات أنقص درجة، أوقات أنقص درجتين، بس ده على شيت 10 درجات، مش امتحان كبير، أنا فاهمة إن في ناس دلوقتي بتمتحن امتحانات كبيرة ودرجات كبيرة فبيقعوا كتير، ما هي نسبة وتناسب. المهم بقى في الكلام ده إيه، إن المواد العلمية فعلًا بتقيس قدرتك أو مدى مذاكرتك، يعني لو جبت درجات وحشة في امتحانات الدروس بتاعة المواد العلمية، أقف عندها وشوف أنت غلطت في إيه، وما تبقاش قرفان من الورقة زيي، أنا كنت أوقات كتير بابقى قرفانة من الورقة ومش بارضى أشوف أنا غلطت في إيه، وده غلط، بجد ده غلط، لإن أنا على طول في الفرنش كنت كده أصلًا، أو بابقى قرفانة من الورقة في حين إن أنا باغلط في نفس الشيء أساسًا، اللي هو متسرع وكلام من ده يعني. فالمهم أمّا تشوفوا الورقة وشوفوا أنتم غلطتوا في إيه، عشان ما تبقوش قرفانين كده زيي يعني، وكمان تهتموا يعني مثلًا غلطتوا لأ تزودوا شوية الريتم وتزودوا مذاكرتكم شوية. في حد هنا كان باعت لي قبل كده برضه إن هو كان بيذاكر كويس أوي، وكان حالل كم حلو، وبرضه راح الامتحان وما عرفش يحل كويس. ابقوا راجعوا قبل الامتحان وراجعوا القوانين عشان تبقى دماغكم refresh يعني، تكنيك كده بسيط. المواد العلمية بالذات لو غلطت فيها شوف الغلط بتاعك واهتم وزود فيها الأهمية شوية، لأن هي ممكن تتقفل على فكرة، ممكن أنا فاهمة إن هو يعني مش على طول، بس هي ممكن تتقفل بس بمجهود قاسي شوية ومجهود مستمر، وهي تستاهل بصراحة، هي فعلًا تستاهل، فخلّيك ضامنها أحسن من اللغات، يعني خلّيك ضامنها بجد. الكيميا بقى في ناس بتقع فيها كتير، أنا عارفة على فكرة ممكن أنت تحسّوا بالكلام ده دلوقتي، يعني الفترة الحالية تحسّوا فعلًا إن الكيميا لأ ما عادتش زي الأول ومش عارفة إيه، ده إحنا بنغلط فيها كتير، وكمان ثانوية عامة كلّها تقريبًا بالإجماع كده في الآخر اشتكوا من الكيميا، وما كانش حد فعلًا عارف يلمّها إلا نادرًا والحمد لله يعني كنت منهم، لإن أنا فعلًا من النوع على طول باحل فيها وعلى طول مستمرة فيها رغم الفشل ورغم الخطأ، يعني دي أهم حاجة، أنت هتخطئوا كتير، هيكون في أخطاء كتير، بس رغم الأخطاء دي كمّل ما تقفش. أنا برضه على فكرة في أخطاء كتيرة بجد يا جماعة كان حاجات كتيرة أوي بتيجي لي غلط، ولكن مع الغلط ده كنت باكمّل وباستمر، فهي الفكرة أصلًا هي الفكرة في كده، إن أنت رغم ما بتغلط خلّيك مكمّل، كل أمّا تغلط على فكرة هتتعلم، تكتسب خبرة أكتر، هتنمّي من مهارات مخّك إن هو يفكّر بطريقة أحسن وأحسن وخصوصًا في المواد العلمية يعني، أمّا بتنمّي مهارات مخّك بتشتغل عادي، إنّما في اللغات أنت وحظك بقى ما تفهمش إيه اللي بيحصل، فنهتم بيها شويتين 3، 10 كمان. في آخر سنة على فكرة في الكيميا كنت مقفّلاها رغم البلاوي اللي كانت بتحصل والأخطاء طول السنة بتحصل، بس نقصت 3 درجات اصبروا بس. يعني كنت رغم البلاوي اللي كانت بتحصل دي كلّها الحمد لله على فكرة أنا قفّلتها وتصحيحي المهزأ نقّصني 3 درجات برضه، بس على فكرة 3 درجات ده فوق الممتاز، يعني ده فوق الممتاز كمان، المستر بتاعي لمّا عرف أصلًا ده فوق الممتاز، ولكن أنا كنت مقفّلاها، الفكرة إن أنا فعلًا مقفّلاها إن أنا اديت لها اهتمام كبير، ما علينا من التصحيح يا جماعة أنتم مش هيحصل لكم كده على فكرة، التصحيح فعلًا بتاعكم مش هيظلمكم أبدًا. فاغتنموا الفرصة دي برضه، استمروا بس، هو دي الفكرة، اغلط يا عم أنت هتغلط كتير أوي، ده أنت لسه ما وصلتوش للشم يا جماعة تغلطوا كتير، هتغلطوا كتير فالفكرة بس إن أنتم يعني إيه، تقبّلوا الفكرة، أنا هتزعلوا هتعيطوا عيطوا حقكم والله، بس تعيطوا وترجعوا أقوى من الأول، دي الفكرة. العربي بقى لأ، ده كل اللي تجيبوا فيه حلو، أي حاجة تجيبوا فيها حلو، هو حلو من الآخر، بس لو بتغلطوا في النحو stop لحد هنا، stop جدًا كمان، ودي حاجة أنا أكدت عليها في فيديو العربي بتاع إزاي نذاكر العربي، أكدت عليها جدًا يا جماعة، ولو مراكمين النحو لو برضه شُفت الفيديو هتعرفوا إن أنا لميته في آخر شهر، وكنت متكلمة عن كل فرع بالتفصيل، فأي درجة تجيبوها في العربي ما تزعلوش، بس لو غلطتوا في النحو أقفوا عند كده
وشوفوا عبد الله الشاوي على اليوتيوب بيلم الدنيا بسرعه، وبيخلص الدنيا بسرعه وعارف المنهج بتاعكم وهكذا، او ايا كان اللي بتتابعه يعني. فايه النحو بجد لا، اقفوا عنده، واي درجه جوه في العربي اوعوا تزعلوا، ما تزعلوش من المدني، هي اوبن اصلا، فما تزعلوش منها. وانا قايله بالتفصيل اصلا كل حاجه كده، كل فرع ازاي نتعامل معاه، في فيديو ازاي نذاكر عربي. الاحياء بقى ورميتها اخر ماده عشان هي ماده زباله اساسا، اقسم بالله زباله، يعني مثلا تحسسك انها ملاك كده وهي ابليس، هي ابليس في نفسه اساسا. مش هتحسوا بالكلام ده الا قدام، وقدام كده تقولوا ده زهراء ده كان عندها حق، هي ما بتقولش حاجه الا لما بتكون صح، لازم تكون صح ولازم تكون واقعيه. المستر بتاعي اصلا ما كانش مهتم ان هو يعمل لنا امتحانات في الاحياء دي، وعلى فكره ده غلط، يعني اكتر ماده محتاجين واكتر ماده تغلطوا فيها يا جماعه. بس في مره عملنا امتحان، انا مش هقول ان هو متفزلك، انا كنت وقتها كنت اقول ان هو متفزلك، بس بعد اللي شفته يعني في الاخر خالص يعني قلت لا انا مش متفزلك ولا حاجه. المهم يعني كانت درجه زباله لدرجه ان انا اصلا مش فاكراها، ان انا ما كنتش بصيت في الورقه، يعني بجد ما كنتش طايقه ابص في الورقه. باحس إن في حد كان بيحل غيري، أنا مش أنا اللي كنت قاعدة باحل، حد تاني جه وحل مكاني ومكتوب اسمي على الورقة. فبجد الدرجة كانت قذرة ومش عايزة أفتكرها أساسًا. هي دي الفكرة يعني. ومرة تانية كان عملوا لنا امتحان كان على التكاثر، بس ده أنا ذاكرت ليه كويس جدًا، 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 وكنت جايبة فيه درجة حلوة تقريبًا، كنت مقفلة من عند درجة واحدة، بس الامتحان الأسئلة بتاعته يعني مش أسئلة نظام جديد أوي، وأسئلة اللي هو مش اللي هي أسئلة عبيطة في نفسها شوية، فبرضه الدرجة مش بالنسبة للأسئلة العبيطة دي يعني مش عارفة. المهم إن هو الماستر أصلًا ما كانش مهتم إن هو يعمل لنا امتحانات. طوّلت معاكم أنا عارفة، بس أنا عاوزة أوصّل لكم رسالة معيّنة كده، إن امتحانات الدروس عمرها ما كانت مقياس ولا هتكون مقياس، وربنا أحيانًا وأوقات كتيرة بيعين لك التوفيق في أماكن أنت فعلًا تستاهلها، اللي هو امتحان آخر السنة وده المهم بالنسبة لي. فما تزعلوش أبدًا من امتحانات الدروس اللي هي بتزعّل أصلًا. ويا ريت يا جماعة وأنتم رايحين تحلوا ما تحطوش في دماغكم التقفيل، يعني مثلًا ما تحط في دماغك إن أنا هاجيب درجة عالية وأقفّل بتغلط، بتحس إن حمار قاعد بيحل مكانك، ما تعملوش كده، وما تحطوش في دماغكم إن أنا أقفّل، طلعوا الفكرة دي من دماغكم خالص، وهي إن شاء الله هتيجي معاكم. وصدقوني اللي بيجيبوا درجات وحشة دول هم اللي بينفعوا في الآخر، فإحنا عايزينكم تنفعوا في الآخر، فريلاكس يعني. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا النهارده، أتمنى فعلًا تكونوا استفدتم واستريحتم كمان. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكومنت، سيبوا لنا كومنت، وتعملوا اشتراك في القناة لو مش اشتركوا في القناة، أو تعملوا فولو على الانستجرام وفولو على الفيسبوك وفولو على التيك توك. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.